طب خلي خضتني خلت الكتاب ترمي ايدي. مش انا صدقني مش انا والله يا بابا ما انا والله ايه يا بابا والله ايه. خلاص سامحني وانا فاهمك. صدقني فاهمك كل كلمه. ثانيه صدقني مريم والله ما انا. ده هو ده انتوا ليلتكم سودا. بابا ماليش دعوه. هي اللي خضتني خلت الكتاب ترمي من ايدي. ماليش دعوه. خضتك بتنشف يالا شويه يالا. الحمد لله اللي هو اعترف على نفسه اللي هو حدف الكتاب. انا اسف ما كانش قصدي. معلش يا بابا سامحه المره دي عيل وغلط. اسف ايه بعد الرتاج اللي انت جبتهولي ده. خش يلا على مذاكرتكم. خش يلا. عاجبك كده كنت هضرب بسببك. يا عم خلاص الموضوع خلص ابوك مشي. خلاص بقى بطلي ياكلك عشان بسببك كنت هضرب. ولا انت مش هادي ادخل عند امك يالا عشان انت عارف ان دماغك عدى مني. يا بنتي تقدري تعملي حاجه. ما قدرتش اعمل حاجه ايه بس. زعلك يا بنت زعلك. في يلا انت وهي. مفيش حاجه يا بابا. طب يلا كل واحد على مذاكرته يلا. حاضر. بقول لك ايه بعيد عني عشان مش طايق. ايه يا باتريك انا عملت لك ايه؟ انت هتستعبطي والعلقه اللي كنت هاخدها الصبح بسببك دي. خلاص يا باتريك انا اسفه حقك عليا. ماشي حاضر اتفضلي. كنت عاوزه ايه؟ بقول لك رمضان جاي يعني مسلسلات وبرامج وكمان مقالب. بصراحه المسلسلات بتبقى حلوه بس مش هنلحق نتهنى بيها. ليه يعني؟ عشان المذاكره والواجبات اللي في الكتب بتاعت كل يوم. يا ابني احنا مش هنتابع المسلسلات دي كلها. دي كتير قوي طبعا. انا على نفسي هتابع 4 مسلسلات بس وبرامج كمان يعني برنامج رامز وكمان برنامج شيخ الحارة وبرنامج بكار وبرنامج حبر سر. بس كده. ده كله بس؟ امال ليه بقى اللي مش هتتابعيه؟ لا يا ابني دي حاجات كتير. احنا فاضيين. احنا عندنا مذاكرة يا بابا. مايفين امشي يا مايفين اتكل على الله. ايه يا عم انا بشحت منك. مايفين امشي دلوقتي عشان معايا مكالمة. لا بتمشي يا بنت بتمشي. انا يوسف عامل ايه؟ انا كويس. انت عامل ايه؟ ما جيتش ليه النهارده المدرسة؟ صحيت لقيت عندي دور مفرهدني مش قادر. الف سلامة عليك يا صاحبي. الله يسلمك. كل سنة وانت طيب. رمضان كريم. انت بالصحة والسلام. والله اكبر. ايه هتيجي تفطر عندنا امتى السنة دي عشان اروق عليك؟ مش عارف بس اكيد هيكون قريب. انا وحشني اكل ام باتريك اصلا. تشرف يابا في اي وقت. حبيبي تسلم. هتعمل لنا ايه بقى ام باتريك؟ هخلي ام باتريك تعمل لك حلة عدس بوم. عدس؟ لا يا معلم شكرا تعبتك معايا. ايه يا عم مش عاجبك العدس؟ طب بلاها عدس. انا هخليها تعمل لك طبق بصارة وهي في البصارة ولا كلمة. يا عم عدس وبصارة ايه يا عم؟ يعني انا صايم طول النهار عشان تفطرني عدس وبصارة؟ خلاص يا عم ما تزعلش. طلبك عندي طبق فول بالقوطة هيقتلك. يا مالها يا باتريك طالبة معاك بورديحي كده ليه؟ في ايه يا عم؟ يا ابني احنا صايمين معلش بقى اعمل لك ايه؟ انت حظك وحش. صح ده صيامكم بدأ مع صيامنا. عموما يا صاحبي كل سنة وانت طيب. نتقابل السنة الجاية في الفطار ان شاء الله. لا يا صاحبي مش هينفع. انا عامل لك اكلة فطاري مخصوص ليك. صينية فراخ في الفرن. انتوا هتبقوا صايمين وانا هاكل اكل فطاري قدامكم؟ لا خلاص يا صاحبي مش هينفع. انا هخليها تعمل لك صينية الفراخ اللي انت عارفها. البطاطس من تحت والصوص من فوق بقى والصوص مغرقة طعمها جميل. هتقتلك. خلاص يا بدر وصف لي بعد الفطار. الرز بقى المعمر والرصة هتنزل والمخلل جنبيها. وتخيل ده كله مع بعضه بقى يبقى عامل شكل ايه. خلاص يا ابني فاضل ساعتين على الفطار وانا فاصل ارحمني. اصبر بس خليني اوصفلك. وبعد الرصة ده ينزل العصير والحلويات والبيبسي المشبر. يا نهار اسود. الو ايه ده؟ هو قفل ولا الخط فصل؟ انا لسه مخلصتش كلامي. انت كنت فين؟ بابا كان بيسأل عليكي. كنت في الحارة. انت سايبه المذاكره وبتلعبي في الحاره؟ ايه يا عم انت هتعمل لي فيها راجل البيت؟ انا بقى اقول لراجل البيت. خلاص يا عم اهدى على نفسك. انا هقول
انا لقيت صحابي بيعلقوا زينة رمضان في الشارع، قلت اعلق معاهم. واجب برضو ولا مش واجب؟ واجب. وايه الفوانيس اللي معاكي دي جبتيها منين؟ دول اديتهم لصاحبتي دهب عشان بابا بيبيع الحاجات دي، فقالت لي خدي دول عشانك، رحت خدتهم. وانت خدتيهم على طول كده عادي؟ لا، هي قالت لي انتي تعبتي معانا كتير في تعليق الزينة فاصرت تدوم لي. ماشي، بس لما حد يدينا هديه لازم نرد له هديه، ما ناخدش كده وخلاص. لا يا ابني، احنا بناخد وندي مع بعض في الحاجة عادي. انا قبل كده اديتها زعف عادي. زعف؟ زعف ايه؟ فاكر يالا حد الزعف اللي فات؟ ماله يعني؟ فاكر لما قلت لبابا يا بابا اعمل لي اشكال حلوة، التاج والساعة والخاتم؟ انا اديتهم لصاحبتي ده. دول كنت عاملاهم عشان هي كانت طالباهم. شاطره يا مازن، برافو. يلا شاطر. ايه ده انتوا قاعدين ترغوا سايبين مذاكره؟ لا يا بابا مفيش حاجة، احنا داخلين اهو. عموما انا سمعت الحوار اللي دار ما بينكم. بحب اقول لك يا مايفن انت شاطره، برافو ان انت نزلتي لاصحابك تحت علقي زينه رمضان معاهم وشاركيهم فرحتهم، وده المفروض ان احنا نعمله. ولما طلبت منك حاجه في حد الزعف اشكال والحاجات اللي احنا بنعملها دي اديتيها لها، برافو يا مايفن. وانت كمان يا باتريك برافو ان انت في اللحظات اللي انا مش موجود فيها كلمتها وقلت لها انت كنت فين واخد بالك منها، وكمان شجعتها ان هي لما حد يديك هديه تردها لها. برافو. كنت سامعك من شويه كمان ان انت بتقول لصاحبك يوسف انا عازمك على الفطار وتعالى زي كل سنه. برافو يا باتريك، حلوه الروح دي وانا مبسوط بيكوا قوي يعني. وده المفروض ان احنا نكون عليه، وده المفروض ان احنا نتعامل بيه مع الناس والناس تتعامل بيه معانا. يا ريت يا جماعه اللي عنده طفل يقول له او يفهمه حاجه زي كده، يطلعوا يحبوا بعض. الاختلاف في الاديان ملوش اي علاقه بالحب والمعامله والتعاون، لان هم هيكبروا هيبقوا مع بعض في الشارع، مع بعض في الجيش، مع بعض في الشغل، فالمفروض يكونوا ايد واحده. وكل سنه وانتم طيبين، مسيحيين ومسلمين.